شلاما وخبا وإيقارة الكلوخن خزيانا ميقرأ بكل دوكت إيتون مني أنا مخبانيخن شليمون أوراهم وكاديرة أها خرزة إيلة خدشمة تسواذا تقنية حديث القلم كد كل غدا خلقثا مقابخ خكثاوة ين بش زودة ومأرخنخ نستقبل كاثوة أو سايومة دي قابوت منهارتا بوت آها كثاوة جو خلقت إديوم اتلاني خمنيانا من بريساثة منشورات أو أمرخ انبيقاثة إصدارات اتلاني أربع كثاوة ثلاثة منها إلى كوناشة مشخاثة مجاميع شعرية وخا إلى كثاوة سواذايا كونش مشخاثة قماية تاوي أخسرنا محور إدآها خلقتا إلى تخد شما هموم مرئية مبيونة عتيقة إلى مبيقة بشيتد ألبوت الشامة وتشي وخمشة ديوان شعري هموم مرئية يعني بينما بصورة هم إلى صبثة صبياثة متخزيانة كونش مشخاثة دتري إلى تخد شما تراتيل خاصة هلبت إلى بلشانة أربايا عنياثة أو صغياثة ديلاناية كونش مشخاثة ثلاثة إلى تخد شما لكما طالوخن أختون تري أب إلى بلشانة أربايا كساوة أربا شم إلى أسماء في ذاكرة المدينة هيثم بهنام بردة يعني أها كساوة إلى خا سواذا حوارة كاثوة عم صبرم يقرأ هيثم بهنام بردة بشلم جمية وطبيعة قداها كثاوة مارا وكاثوة ينسايوما أن كل كونش مشخاثة وكثاوة هاو إلى كيانايث أرخى خلقت اليوم من الخرزة السوادة قنيا صبرا كاثوة وماخورة ويوذعايم يقرأ نمرد قاشا هاو تديوم يوما إيبخ أرخي جو بيثدية عمرانة بخبة وطوطة بوركثة جو مذيتد بغدادة خبيوتا جو دشتا دنينوي كل قارام قبل خلق شينا رابي نمرد أخ أرخى ميقرأ قداها خلقها شينا وإسلام أبقاو رابي سليمون وبشينا بكادر العراقية السريانية حقيقة هذا كادر دق مغاطي كل نشاطات عديدا بكل مثواثا أو عابر بشكل صحيح عن تونيثا كمخلة الحرة الملتزمة والصادقة بسيمة رابي الدوا مملا طاوة ومدري أمر هاود بسيمة رابا يعني قبل طيب وتترقاي جا قميثا اتقميوت لني قارد ويلو خرخة قداها خرزة وقايد ترتين قم قبلتلن جو بثيخون عمران بخيلت على آخا جو بغداد خبيوتا آيت إلى أرشخيثا عاصمة مردوثة سوريايثا جو دشت نينوي جو هي بركية نينوي رابي يقرأ بس مقانو خلدنا بريساثا بيشوت إذيعة معروف إيوت خام يقرأ معطاء بشرارة أخنا كدخة من مجربغ بيوخ لها قدية بكما دقيقة قدلياثة وخويشاثة تفاصيل ومضامين دي إنا قمدانا أبن إيوت خا صبرة إذيعة قوم صعد عمان وعلى شوية أثر بريخة خا من دي كريا بوت ما زالت أمرخ مسيرة صبريثة ذم يقروثخ شوراي بدايات إيمي ودخي وباثر هذا ما اتلخ بلاطة يعني تاجات شوتا بياثة مشاركات ومشتعلن واثة مسؤوليات دي وتشخيل الله نعم حقيقة بدايات أنها بدي بشات 1988 وتشاوشتي أنا بوقت احتال بنا بثانوية قرقوش بعد فترة حيل نشاطات ثقافية وفنية قيمة بقوة ثانوية خلال الفصل الدراسي من ضمن نشرات جدارية أنا منها أو أنا مصدرنا نشرات جدارية ثانوية وكثير طلاب جوه مسابقات شعرية في كل احتفالية أو كل مناسبة حاصل مهرجان شعر مشترك به طلاب زيرا ويمكن نقرأ قناة لأول مرة مجلة تشمد كلمة هاي مجلة كتبخالة بيلا الزيرة مخطوطة صدر الزيرة إيش أعداد وهذه مجلة بعض ما قريت طلاب الثانوية حولها إلى مدارس خندة بغداد قليلة فنشراها كلها فعاليات ثقافية وفنية إلى إضافة إلى أخبار ثقافية. خلال ذات الفترة أنا أيضا مارست كتابة الشعر بتشجيع من مدرس اللغة العربية وقتها الأستاذ المرحوم معد الجبوري. حقيقة هذا إنسان رائع
مولد دخ كثر شعر دخ مخبخ المقابل الاخر ومباثر بسبعينات عفوا ب 69 70 ديني نشر نشيري اول قصيده في مجله الاباء شمح يا قمري الحزين، وبعدين في لي نشر في مجله الرساله الموصليه، وبقيه المجلات او الجرائد العراقيه ثوره، جمهوريه، قادسيه. بهذه الفتره نشاط ديدي، فاول مجموعه مصادرنا اياها كلها قصائد قمامنا بهذه الفتره. نعم. ومودي خينا شق من قصائد رابي كثوتها يعني مملة مقالات جو ملوء جوانا عامة ين أنا يذن بليخ جو برسقالة إذاعة أبن صارنا محاور منهر الخدشة بدية. أنا إضافة إلى الشعر كثر مقالة وكثر تحقيقات، فنشير خلال ذلك الفترة يعني خلال فترة السبعينات والثمانينات مجموعة تحقيقات في وقت كان نشر محدود ولعدد من الأقلام، يعني بصعوبة أنه يجيب نشر كثاوة. بآخر 2003 مؤسسا إذاعة قاد شلامة 2005 وأنا معاون مدير إذاعة قاد شلامة من 2005 هل 2025. فهذه إذاعة حقيقة يمكن إذاعة مؤسسة في ظروف استثنائية، وقتها موصل معرضة يعني يغطي الإرهاب كل محافظة نينوى ومن ضمنها الموصل، فخطاب الإذاعة موجه للموصل بشكل خاص ولمثواثا بشكل عام. خطاب هادئ رزن محترم المقابل، فلهذا الإذاعة حصل لي فعل رد فعل كل جيد إيجابي لدى المستمعين. صباي رابي شقيلة شوبانة يعني أمرخ مسؤوليات مش على الواثق صبرة مغلة بريسة جو بغداد ينجو نينوى جوانايث. نعم. خمن نهار تكريث. بغدادي أول نقرة أنا مدير تحرير جريدة الصوت بغدادي ورئيس تحرير مجلة النواطير. مجلة النواطير مجلة شهرية وصديرة من 2006 هل 2014. يقعد في 11 نقلة مجلة صديرة تقريبا 110 أعداد. إضافة إلى أنه مدير تحرير مجلة إنانا ديوان رئيس تحرير ديدح رابي القاص والكاتب هيثم بنان بردة. إضافة إلى أنه رئيس تحرير مجلة صدى السريان. صدى السريان بشتي فترة لحد الآن إلى أن تسبق المجلة ب 2014. نرى وصفة رابي خلمان طاوة وخيريخة بخير علاقتها وتأمينها علداها أرخى أمرنا ديولت العطاء. نعم. رابي عزيزة قمت نقرب النخو أورخ قديلياثة دن يكون أشت مشخاثة وكثاوة خا بقارة خنا بين بقن إثن ترشماني يعني أنا من متابعة دي. نعم. من إعداد قضايا حلقة خكمة معلوماتك هاويلا. نعم. إثن ترشماني كنت خمنا كالا خدشب كريوثة جيبة. أنا يذن التون خشوبة جو خيوثوخ. نعم. شما قما تحديدا جو خمنيانا من صبرة. نعم. وماخورة بغدادة. نعم. وشما دتري إلى جوانايا. شما قما إلى مناخة معد الجبوري. نعم. نعم. رابا يتكرر أجت هواي أرخي من بناي بغدادة وشما دتريد بين كالغ جيبه بوت برسقالة قالد شلامة إذاعة صوت السلام كنت خمنا بكالة خطرة دقيقة جيب الدنيا شمانة معد الجبوري رحمه الله. حقيقة معد الجبوري إنسان رائع وبكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنسان مشاجع ثقافة وهمح الثقافة. معني الثانويات قلقوش مباطل بعد ما خرجت من كلية الفقه بغداد، فمدرس اللغة العربية كم شاجعوا ثقافة، فلهذا مشرف لكل النشاطات الثقافية لحاصلها مدرسة وأقوم شاجعنا النشر. ومن خلال تشجيع ديدح بغداد بشليبة 4-5 شمانة بارزين على مستوى العراق ومستوى الوطن العربي. من ضمنها ضمن الفترة دي شغل بعد جبوري رابي شاكر سيفو، ألم حاسيل زهير بردة، ألم حاسيل رابي هيثم بردة، خلمان طاوة شلامان ويقارن طاوة وبناء عطلة شلامان وإضافة إلى المتحدث نمرود قاشا. لا بس شعر أصلا شجع له الحركة الفنية ببغدادة ونشط له من أبرز فناني العراق من ضمن الفنان ريكاردوس يوسف، الدكتور يوري كاردوس والدكتور متي عبو.
أنا كلها بحضن المعهد الجبوري تشجيعا معهد الجبوري، فهو قايم مهرجانات في ثقافية، في مسرحيات كوذل. أنا فاقمن شطوة حركة ثقافية ومباثر جي معهد الجبوري لقذن بطل إلا قليل ما من الأدب. هذا خلاف بغزايد رابي يقروث خيني أن لا أن من ديانة بيشانة من كل خبر ناشا. نعم. شما بسيمة وكل خانة طاوة. تمام. لا هذا. نعم. بود برسقالة تقال دشلامة إذاعة صوت السلام يقروث قم قلل منهرخة من دي بودية وخرزانة جدية وإيوهادي أو هادفة وشركة. يعني أنا بين منهرت لي بود يعني أول نسيونة تجربة ما كي ممثلة شت تمثل قومي زلط وخصبريثها. مقايمة هذا مجاوب نخل إذاعة قاد شلامة بالدار مع الجبوري. حقيقة هذا كثاوة اسماء في ذاكرة المدينة. أجيب لحيل استاذ مع الجبوري أن كاتب مقدم ذاك ثاوة. رابص. ف راخمه بغدادي بشكل استثنائي. ف خازن خمقطع قارينا هذا كامر لابد لا بلدة أوفى لي ولا أحب إلي من قرقوش مركز قضاء الحمدانية بغداد، التاريخ والتراث والهوية الخاصة. لم أكن أعرف شيئا عنها قبل أن تصبح أول محطة من محطات حياتي بعد مراحل دراستي كلها. أول ما قادني إليها وكانت بعد ناحية تعييني مدرس اللغة العربية في ثانويتي الوحيدة عام 69. وحقيقة كده فكيرة مقال رابع اللي حاكي عن بغداد، قم حاكي عن الشخصيات الثقافية وما خدم لي هذه مدينة. شلامة وإيقار الروخة آلم حاصلة. بدي أرخ إذاعة قاد شلامة. حقيقة نتيجة الوضع الأمني دي وحصيلة بموصل بشكل عام مباثرة 2003. ايه بعد نعم. برشية الموصل للسريان الكاثوليك مفتكرة بأنهم دولة منصة إعلامية إذاعة هدف ديدح أنه ذيع أخبار بشكل متوازن ورصين وبدون أي إثارة. فبديلا إذاعة تجريبية بإذاعة زمولياتها بسيطة إضافة إلى التراتيل. فحيل مصراي بشكل خاص كان بقريبا مني الإذاعة أخذني لك عن نقل عن شمح، يعني مجرد كذا أخوة بدون الإعلان الرسمي عن إذاعة. ب 2007 أعلنا بشكل رسمي بأنه هذه إذاعة قاد شلامة، إذاعة كنسية لا إذاعة أدبية لا ثقافية لا فنية. فبديلا برامج مجموعة برامج ثقافية، برامج رياضية، أغاني منوعة، برامج مختلفة، وخاصة ولا مساحة رفثة لمثوث السوريين. يعني فعلا برنامج شمح قرى مسيحية بين الماضي والحاضر، نطيع عدد حلقات جديدة إلى 115 حلقة. لبس الماثا داخل العراق ديوة سوراي حتى مثوثة مضفرها 105 مساحة معينة. فإضافة إلى برامج خلنا لقاءات مباشرة، فحقيقة مش كل رصيد حيل رابة، وخاصة فعلا برنامج مباشر يوم ذروته مباشر، وعدد الاتصالات اللي كانت دولا كلهم جنوب العراق، بصرة، ناصرية، عمارة، بغداد، لك يوم موصل. مش معانا. فاقترحوا موضوع معين وحصلوا نقاش اللح. حقيقة شخص دق مخابره ولك شغله اتصال دي احنا نقاط وقتك سامحوا لنا فعاتب لنا بعض البرامج غير يشكر اتصال. يعني رابي وخنسيونا بس يعني ما صن امر شمه دم يقروث وخاخم يقرا يذعايا نمرد قاشة إلى خمن شمانة إلى صيرة ببرس قال دشلامة هذا خلاف. اي نعم. رابص رابي هذا اخنا نمشان خلدنا كثاوة إلى كوناشد مشخاثة ودوق اخلا بصدرة يعني امرغ بالتسلسل البوث شيت ادم باقتا يعني اول قما هموم مرئيه مبيونه عتيقه له بشراره الى مبيقه شتد البو تشما وتشي وخمشه بقاري يعني سؤالي رابي بيقرا مائي لانه الحيثيات تخمن تدخي ويلا او كونش مشخاثه طبعت له باثر هذا كما مشخاثه اذقاوي وملوء مواضيع دي موديله
وشمخ قريثة مني دي نعم. يعني كنت كونش مش خاثة أيبتو كليثن جيبه ومبيتها بإيده رابع اتحاد أدباء نينوى وذو مبادرة بأنه صادر بالطابع كثاوي على حساب المؤلف باسم سلسلة نون. سلسلة نون. نعم، فهذا كثاوى صديرة ضمن هذه السلسلة. سلسلة نون صديرة مجموعة شعرية، أنا كثاوى إيه تقريبا اكما قصائد ثابت. ايه جو فهرس. فارس ايه 3 قصائد. أنا قصائد كلها مرحلة بدايات هو يعني قصائد سيوت ولا قمدانة بليان تلف شوية ثانوية قلقوش بغدادي ومباثر ثانوية لحد سنة 90. أنا جامعني في بالي مجموعة شعرية قصائد بسيطة هنا معبرة هنا وعبر عن مرحلة اللي عاشها بها فترة. مش بالتنخاء من دي من دي؟ مش منه. هذه طفتي صدفة ليلة باردة إلى أطفالي مهداة، إلى أطفالي وكل أطفال بلادي الذين قطعت قنابل الحقد أحلامه الوردية في ليلة باردة. على عنق المدينة ارتميت، كانت يداه تطوقني وشيء يشبه الضباب، أنا هو الرعد عشتار أولد من رحم الأرض، تغتسل الشمس على شواطئي، أفتح بابي لقوافل المتعبين، أمد يدي ها أنا أفتح سفر الرؤيا، فمعذرة سادتي فخلف هذه البوابة تركعون، حيث تنتظركم أكد والإله سرجون. أنا الصمت، أنا الصوت، أنا الحرف، فهل سترضون قسمتي؟ حسامي لم يذق الدم منذ سنين، فهل سترضون قسمتي؟ آثاري شاخصة لكل العيون، عاصرت بابل والثور المجنح ونقشت كل حروف الشريعة، فهل سترضون قسمتي؟ في ليلة باردة كانت تشدني بعنف تعبث بشعري، ليندا 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 أبتاه لقد اندحر الأوغاد، فليندحر كل الأوغاد ولتسلم يا وطن الضاد. طبعا هذه قصيدة بصراحة بدايات بدايات قوية، حول لي أنا ضامنة شما ديالي كلها وقت أصغر ذا ليندا يا أنا كنا بقرنه مني ليندا براتي أصغر ذا يا قاعد كل هذه قصيدة بعد سرجون وثوالي سرجون ونور يوثي الله ناطيره كله وسرجون من يخيل على من يخلب كالغ جيبه دي بيت مسجد خمندي رابي بدا وكونش مش خاطئ ادخل ملاحظه اخرى قد مشان خلود بصري لا سبا رابي دي البوث شاتد بقتا او كونش مش خاطئ تري تراتيل خاصه يعني امرخ عنياثه او سوغياثه دي لنا بيقي لبشيت تريلبي واشتا اذقابي من دي لنا بريشه شق من ديانا كان ليثن اسم المؤلف الكتاب هذا عصر لا أذان له فمن لديه آذان فليسمع، لا أذان له فمن لديه آذان للسمع إلى للسمع فليسمع خشن إنجيلي. نعم. هذا عصر ينشطر فيه الإنسان نصفين يمنح نصفه قربانا والآخر يتخطى درب الآلام. بس انت أو إلى معلث مدخل وشراي وصبارابي يعني هر أن بوقاري بقرنين أن بعوة فروع بوقارة أنه حيثيا دخولو نعم. بنبقتت كونش مشخاثة وكما مشخاثة مواضيع ديه وخرطة بشمخ قراءة. حقيقة هذه مجموعة باطر شات التشئي هل شأت تقريبا تريالبي اجمع لي قصائد جديدة وبمساعدة دار الديشير للنشر بعنكاوة، فأهلا متعهدة بطباعة هذه مجموعة تراتيل خاصة، تراتيل أن قصائدنا بس أنا بشابهها ترتيلة قيد أنه بفلتي مروخة ترتيلة مأثرة بشكل إيجابي على المقابل. كذلك أنا مستعني بحيل مولود جديد خاصة المولود الديني فقرات بشاقنهم إنجيل قدشة من ضمنها داني أنا قصائد، فلهذا قالين هي تراتيل خاصة.
يعني تراتيل إلى استعارة يعني إلى قصر وخناية نعم. يعني ليلة تودي ثناية يعني ليلة إيمانية بالضبط. لا ليلة إيمانية لا ليلة. كما مش خاثة قدوا كونش مش خاثة رابي العدد 15 قصيدة نادي. شامخ خامندي منها قابلا خامندي مخبت. قصيدة أنا شمت مجموعة أصلا شفت قصيدة تراتيل خاصة على أرصفة الخوف عرضت أوراقي ومحبرتي وبعضا أقول بعضا من تراتيل أبي رغم وصيته ولكن يا أبي لم أبلغ سن الرشد بعد فاعذرني إن تجاوزت حدود الأدب فقد ودعت العشيرة والعزاء بعد لم يكتمل فهذه التراتيل في نظر العامة أصوات صدئة تكرار ممل لغة لا يفهمها شباب العصر ولكن يا أبي أسمعها حين يصل الضجر بي حد الخوف أسمعها حين أنسلخ عن ذاتي أسمعها حين يعطش الدجلة فاعذرني إذن يا أبتاه فقد غادرت آخر مقهى أبحث عن مدن العتمة فالصمت يا سيدي يرفض كل احتجاجاتي أسئلتي تقاويم المدن المنسية أنسلخ عن عالمي المجهول المجنون أحاور ذاتي أحاور من فالأسئلة يا سيدي ما زالت مخبوءة تحت اللسان تحالفوا معي إذن أيها الخارجون عن القانون أيها الفقراء فعند أول رصيف ودعت رأسي فأسئلة تؤرقني تفتح مجاهل تخومي فإما أن أترجل أو أردد مع نفسي دار دور دار دور وطني يدور كالناعور دار دور دار دور لا يهم شاعرا كنت أو ناطور دار دور دار دور. الله بس مقام خرابي رابا بس انت لا قو أمنا زمرة فن الغناء زمارة اجد زامر وهاوي مهيرة أمري زيدخل رعشت ذي إحساسه بالغناء هل هذا خبقوا مخرج وشعر الأداء الترابة يعني مع بذانوثة تأثير أداء شاعر برينت لا مشوخته ويكانيثة قصيدة عادية إن بأداء دي أود لا خيلنته وحماسية وأنا غزيلي أداء ميقروض خي ورابة بسيمة رابي برشة ميقروض تميز بين القصيدة الملقاة والقصيدة المقروءة طبعا حيل فرق رابع إذا قصائد كثير بس دواوين يعني بس قراءنا خاصة إذا قصائد مطولات يمكن ديوان فقصيدة له بس إذا قصائد يبقى دمها قصائد المنصات يعني أنا أول طريقة قراءتها مختلفة يعني المفروض شاعر من فعل مع الجمهور وكنت تخاز رد فعل الجمهور أثناء القراءة بالضبط. فلهذا لهذا المفروض أي شاعر تكاثر قصيدة منفعل مع الأحداث ليل قارئ نص اعتيادي فشعري لشعر كلام مكثف موزون أو شبه موزون أو إيقاع هذا الشعر أو ونيشي أي بين الشمنواء من دواء شؤالة رابي سبادي أخنا نقنبلط خفاصولة أمر خفاصل كونش مش خاذة ثلاثة إلى شمالكما هذا أنا قبل الفاصل بينت نغزة مرنو نغزة قمايا أو خدش بكالن جيبه بيش زودا سببت لي خشوبة بريشة جيبه دم يقرثوخ أو كونش مش خاذة لكما ونغزة دتري أو دطلاثة وإلى بلشانة أربايا وأبا وكثاوت أربتي إلى السوادة حوار بلشانة أربايا لشانا يمايا خليا السوث كيلي جيبت رابي نمرد قاشة حقيقة يدت لي قارد كتويت يطلق سيماثا بلشانا ين ليلويثا برسن لا أنا ملقي لي بعض القصائد في مهرجانات يعني مهرجان الجواهري ببغداد ملقي لي قصيدة بسورف بس رغم انها مخاطب عربي لان حتى الجمهور تفهم مغزى القصيده كذلك حيل مهرجانات قارنه بسورف بس غزيلي روخي بعربي بيشتغل منطن يعني بيشتغل معبر عن حدث معبر عن ملاحظات عامه فلهذا انا جيلي العربي بشكل عام عربي هذا يعني يوتلم ساسه بلطخ من يختك كريثه وديرخ بثرادخ خزينا يقرا من يختك كريثه هذا امرخ لا باصولا وخرت مدرب الدير خلتا من تدعى خلق من خرز السواد قنيا بوشن عمان
مدري ديارخ عموخن خزيانا نميقرا التممت اها خلق ثامن خرزة اتسواذا اتقنيا كد اتلن قاوة ثلاثة كوناشد مشخاثة وخاك ثاوة كوناشا قمايد مشخاثة هموم غير مرئية وأودتري إيوا تراتيل خاصة عنياثة ديلاناية أنتري منهرا بديه قسامة قمايد آها خلقثا كونش مشخاثة ثلاثة إلى لكما هدايا منارغ بديه وأب اتلين كثاوة أسماء في ذاكرة المدينة إلى سواذا عم صبرم يقرأ هيثم بهنام بردة شلامن ويقارن طالع وأخت غزيلة خن قسامة قمايا أرخن يقرأ أرخدا خلقت إلى كاثوة وسايو مدنا كوناشد مشخاثة وأها كثاوة كاثوة وماخورة ويوذا عايم يقرأ رابي نمرد قاشا كد اديوم يوما قم مستقبلا قبيثة دي عمرانا قو بغداد خبيوتا قو دشتد ننوي مدري بشينا ثالو خرابي شينا مرت خن وهو بسيمة لداها استقبال بدخل يا رابي بسيمة رابي أنا قم باسولا نعم. ميريتا يقولوا أو ديوان لكما قصة كالن جايبه نعم. بالزودة سبب يدن اتلخ شوفة بريشتا نعم. جايبوخ خزيانا يقرأ أو كونش مشخاثة المجموعة الشعرية لكما من شمدية إلى موجه قطري برصوبة هاو قمايا إيوا كلبت يعني عقيلة الضيف الكريم رابي نمرود كلبت دي ألا محاسيلا صار هايد من يخلى مشونيلا من دها علما مشيتدت رألبي وخمشا صار وبرصوبة ريانا أباون بباشمت بأمرن آلا من يخلى آلا محسيلة برونا أطرابي نمرود قاشا محسيا سرجون أو سرجون أباود منيخلة قربت اشتيرخة باثر من يمدية يعني كلبت أرخن خبيوة وبرونا دية جو خشيتا منيخلون بشلون جو رخمد آلاها باثر خامد خطرة ثلاثة شنة منبقلة آها كونش مشخاثة إيوا أخشوكانا قا روخاثي هذا خوارابي نعم. أنا بيوم بساسة خدشا بالزودة قاقاني منهرم بدية خك ونغزة خيني رابي ميقرأ اسم الكتاب لكما شعر دار نون للطباعة والنشر رقم الإيداع كذا بشورايا غزيلي الإهداء يوتلي بساسة قارنة نعم. الإهداء بشرارة إلى قطرة محسية كلبت كريمة وبرونا نجل اتأرخر ميقرأ رابي نمرد الإهداء لكما صارت سرجون لأنكم أحببتم الوطن فقد عدتم إليه بلا أكفان لخ بين من هرم خزيانا يقرأ إلى وي بودرت أثرى برايت أثرى خارج الوطن للعلاج وباثرة دخينا قد من يخلو بشلو دير الأثرى مدر الأثرى وبشلو المتق وبيث قورة بنيثد عنكاوة جو أربل فقد عدتم إليه بلا أكفان من بيروت وبرلين ولأن بغداد أسيرة ايوا بدانة رهيوثا يعني تريلبي وارباسة تريلبي وخمشاسر ايوا بدانة رهيوثا بغداد فكانت مقبرة عنكاوى لكم أيها العاشقون حد الموت وعذرا لوطن لا يعشق أبناءه لك أيها الوطن المثخن بالجراح متى ستوقف النزيف يعني أنا بشامن رابي ميقرأ تيوخ أن تخاري نعم. ذكريات ما يثوي لا أختي ملوء موضوعي لأوا يعني كونش مش خاثة أنا هدية بردية مودعان وثكريثة بيونا تم يقرأ ثخ من هرد بدية القصة قم هرنا ان بيت خمدي خينا مزيدت وبثرة دخ مش خاثة دية ومش مثلني خمد مني طوطة تويا حقيقة تقدم لي رابي يعني أي عنوان دي لكما أنا كما جنات ثلاث أشخاص وأنا أشخاص مؤثرين لي والقيبي أكيد يعني أقرب المقربين خيرا عائلتي وأبري باثر أثناء التهجير أنا يعني بغداد بتطلع أنا بلبنانينو لغرض العلاج فعائلة تقريبا ستة يعني أنا بلبنان عائلة قسم عائلة كوسنجق وقسم آخر بعنكاوة فمعاناة بلبنان باثر لبنان ديري بغداد مكمل علاج إلى أن مشاقل لها ببغداد
ورغم المصيبة أنا ديري العنكاوة أبري لأنه قراخ مأمح وزيل أمح كن فاقد لباني ظروف مير لفتش يا زار ألمانيا. بألمانيا يعني لكن ألاها دخل من نفس مرض دمح أو سرطان دم مصول بقاوح لم طول أقل من يرخى مثله فقما ثني عنكاوة وتروي هيك مقاورنيه عنكاوة ألام حاسيهم. فما دكتوا لي أنا وكتو خروافي لا ذي فاجعة قم ضغمنا بالك ثوا شمح لكمان. حقيقة قصائد أنا خازيني حيل مؤثرة لأن أنا قسم قصائد قم كاتبني أثناء بلوثة أثناء الألم وأنا كذلك فترة المرض والعلاج. رغم العلاج أنا علاجي كثنوة يعني وأنا شغلة كيميائي أنا كثن أبري بخابر ناي وأنا كثن لك هذا اللي كثن بس فلهذا في قصائدي قصائد بمستوى الحدث. رابي أنا أطلب لي يعني شوقانا اعتذار أنه لاستعادة أنا ذكريات أليمة إلى واقع حال وإلى مجموعة شعرية وتمنطق الله تم مثل أيام نهارته بخا قراءة معطاة ما شابير يعني بتقارن مقاطع قصايد كلها ضغط بيض. كنت متيقنا يا سرجون ألا تلتقي عيناي بعينيك بعد مذ هاتفني أركان تيقنت بأنه ليس حلما وانتهى الحلم إلى عينين مغمضتين وجفن يرف. بدأت أدون كلمات رثاء رغم طمأنتك لي بابا أنا بخير لا تقلق سأغادر المشفى بعد أيام وأيام تمضي. كنت أدري بأن كلماتك الأخيرة وضحكتك الأخيرة ورسالتك الأخيرة قد يكون طبع الأبوة فيها أو قد يكون حدثي. عذرا رابي أنا بذان دختمري قمدو قالوا خل عبرة يعني عذرا بيت خندي خاني بيت نكتفي بوا قدر كيفو عالم حاسل وهاوي قنورد ملكوثة بخير دالا. أشطار أرضي وطني ومعلقتي أشطار أنت أرضي وطني ومعلقتي لأنك الأول ولأنك الأجمل والمدخل والأول دائما يتقدم الخطى فقد كنت فاتحة الأسماء حروفك تزين رتاج سمائي. عين عباءة عذب وعزم عين علم والأعلام دفء وفيء وظلال والشين يا عشتار شمسي وشراعي والشين شعر وأنت أجمل كلماتي والتاء ترس تبر تراب وما دق من أديم الأرض فأنت أرضي ألف باء تاء ثاء مملكتنا الأجمل حروف بطعم الشهد ألف حرف نداء للبعيد وأنت الأقرب من الوريد. عشتار تغادرني جميع حروفي تنشطر تتوحد تتجذر وتتجمع في حدائق جنتي. وطني ألف إنجيل والإنجيل بشرى عهد جديد وأنت عهدي وأنت بشراي وعهدي. والراء يا عشتار الحرف العاشر من الهجاء وحسابه 200 في الجمل واسمك كل جملي. عشتار أنت قصيدتي وتراتيل حروفي ولأن الوطن عاصمة الحروف وكنت حرفا فيه على أبوابه صليت مرارا السلام عليك يا مريم وصليت أيضا أبانا الذي في السماوات أبانا الذي يزرع الحب ويقسم الخيرات أبانا الذي في السماوات تعال بيننا أقم عندنا واجعل من قلوبنا لك مسكنا. أبانا الذي في السماوات أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر يا رب لنا خطايانا. إنها صلاة يا عشتار والصلاة فرض وسحر ففيها ننشطر معا نتوحد نذوب نتسامى ثم نتلاشى. عشتار أنت عنواني أنت جمالي أنت أنشودة حبي أنت تاج أحلامي
وشياطين العالم السفلي لن تقوي على شطب الجمال في عينيك. عشتار أنت وطني، أنت الوطن، وأنت حروفي واسمي ورسمي وشمسي، وأنت كل فصولي، كل فصولي تغادرني ثم تعود. عشتار منك اخترت حروفي وامتدادات كلماتي، وعباءة جدي قد انتزعها العصملي انتزعوها يا عشتار، لأنهم كانوا متعبين وتائهين وخاسرين، ولأنهم كانوا خائفين قالوا دعها، دعها يا سمعان وانصرف. عباءتي يا رجل فأنا لم أفعل شيئا، دعها يا سمعان وإلا، ولأنه بسيط ولأنه بريء ظل يلاحقهم حتى استشهد. الله بس مكان أخرى بخيط ألم حاصلوا مناخد كل بت وبرانا دم يقروثوخ بيت أمرت خمدي خينا بدا وكونش مشخاثة قام دم شانخ الخشوالة خينا ينقم يوخ حقيقة هذا يعني هذا سوا أنا كاثوني قويل تنياثع قويل بدمع قويل بألم أكيد، لأن أنا رغم التهجير يالي الدكثة وأنا الدكثة فلقب خازيني، ورغم أنه أنا يعني كنا معجن عائلتي في ملوثة. صبا ربي أني مناخي هذا يهولق رخمة دالها وليثم بشطاوته من رخمة دالها ربي بين بقر خبقارة قمت مشانخ الدوا كثاوة خرايا قد خلقتها أخما خورة كشاعر دخي لشغلتك خيولتك كيف تتعامل مع حكمة سكالة معاني مفاهيم آنت إلى الضرورة الشعرية يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. هل يشمل هذا أيضا النحو والقواعد أم فقط الصور والمجاز والمعاني؟ حقيقة إذا نقلتها ضرورة شعرية مستوجب أنه تشاكل عبارة أو كلمات مسج من قصيدة، بس دكاو مبالغة بقاوح ليش الضرورة الشعرية مثقلة مجيه قصيدة حيلة فلبس ضرورية حيلة. يعني الضرورة الشعرية مفروض يا شاعر اما مستخدم له تمام تونيثا نقلتك دار تونيثا عامية ضمن ضرورة له بالدار تونيثا عامية ضمن قصيدة بالعربية أو دار مقطع معين ضمن قصيدة فهذا مقطع مؤثر له. أما انقلاي حيلة أو بحيلة بديانة فلا تفشل ضرورة الشعرية. ربي يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، شرط هويا في المعنى نعم. في الصور في المجاز ممكن لكن لا على حساب القواعد والنحو. متفق مني؟ متفق منه خير. قتل البعض المرفوع لا يجوز أن يصبح مجرور لا. أو منصوب يصبح مرفوع بحجة الضرورة الشعرية أو يحق له الشاعر. هذه ممكن تكون في أمور أخرى في الشعر. الضرورة الشعرية لك صارت شغلة شماعة دم عزق جوه بعض الهفوات. أكيد. نقاط الضرورة الشعرية أي حق مروخة يعني حتى القارئ مدخاز مستخدم هذه عبارة أو رسم سامة قيد مستخدم له. إذا ضروري مستخدم له أي عبارة خرطة لا أقرأها. مرة بسمع هذا خير رابي بس مقامه منارته بس انت رابي ميقرأ أخنا يعني جوجا ودوسو هذا قد أي خلقتها بيشاوثها مونتاج وبلطة الشاشة يعني باويلن خكمة لقاطة مقطع فيديو باويلن قم يقروث أخو قصايد نعم بقرايا خكمة مش خاصة جو خكمة فرصة مناسبات جواناية. حروفك تزين لتاج سمائي، عين عباءة عذب وعزم، عين علم والأعلام دفء وظلال، والشين يا عشتار شمسي وشراعي، والشين شعر وأنت أجمل كلماتي، والتاء ترس تبر تراب وما دق على دم الأرض، أنت أرضي ألف باء تاء حاء مملكتنا الأجمل، حروف بطعم الشهد، ألف حرف نداء للبعيد، وأنت الأقرب من الوليد، عشتار تغادرني جميع حروفي، تنشطر تتوحد تتجذر،
وتتجمع في حدائق جنتي وطني ألف إنجيل والإنجيل بشرى عهد جديد وأنت عهدي. رابص بارابيدي أخنا مشان خل دي برستا خرايثاق وخلقت ديو إلك ثاوى أسماء في ذاكرة المدينة إلى من الحجم المتوسط أغبزات وخزيانا يقرأ أن يكون مش خاطة كله إيوه من قشمة صورة أو إلى من قشمة مصعايا خشون للا سنقطة بوت نقزت إلى ستيته ثابتة وكل خا برستا بس غزالي بقلب خرايا إيثن خا منهرتا إلى أيضا ناخا معد الجبوري وبثرادخ كما صرطة أدم يقروط أخرى بنمرود شرشة الأصل دخ ذيلي أنا إيوا خسوا دخ حوار وإذا تلا من صبرم يقرأ هيثم بهنا بردا نعم. وإيوا يعني قلل ريخة مرخ مطول فقم برست لي قدوة كثاوة رابها راد خامن هارتا بوت حيثيات دي بوت مضامين دي خفكرة خزيانا يقرأ. حقيقة أنا مختار هيثم بهنا بردا لأنه شخصية ثقافية متميزة على مستوى الوطن وعلى مستوى الوطن العربي. شخصية كاثو قصة وكاثو رواية إضافة إلى مقالات أدبية أخرى. فلما اختارنا ود حوار مطول من إحدى إذاعة. هذا حوار طول تقريبا 3 حلقات. فمفتكر هذا حوار لأنه حاولنا إلى مكتوب طبع. تخمن تطوته وبسمته. فالمجلة شمح إنانا رئيس تحديد حيثم فصدروا وكل عدد صدروا المجلة صدروا كتاب منه. فمصدرا كتاب ده قاص المبدع جوزيف بوردة وقصص أخرى ده لكن شخصية البرايلة. فضمن السلسلة صدير على أسماء في ذاكرة المدينة. هذا حوار كون رأيت القاص هيثم بوردة من بداياته في مرحلة الثانوية ثانوية قلقوش وبعدين بدايته كموظف صحة في الأنبار بعدين قاعد يرم بغدادي كذلك رايح في كل مجموعة قصصية دقم صادرة وكل رواية دقم صادرة. ف هذا حوار بعد يعني موضوعي حقيقة حوار وثائقي له يعني أي دقبي عن معلومات عن هذه الشخصية هيثم بهنام بوردة فيبدأ الله ما ستاكل دوك ثاوى. وهذا ثاوى حقيقة مشروع رابع وبس لقم كامناي. يعني أنا عنوان أسماء في ذاكرة المدينة مختار هيثم بهنام كرقم 1 لكن بالي فالح خنش معنا بس ربما الوقت أو الظروف ليش وقدم كامنه أنا شمانه. خالد أنا هو فرصة وخلمانة طاو خيره قد تممت مرابي هذا أنا خشون وبخزيانا ميقرأ إذا يعني ميلا خويشاثة ميلا مضامين دي أختي أنا بريلي خفضول جابي آيا كتابة قلب خراء الغلاف الأخير نعم مناخة معد الجبوري ميلة كثيوة أبن بكريوثة وميقروث ميت كثيوة معد الجبوري كده محكي عن هيثم بوردة كامل علم خفاق. طبعا معد جبوري متيو رايح معد جبوري أديب رابل يعني أديب كامل هيثم بوردة علم خفاق هو اليوم رمز من رموز بغداد البلدة المنجبة العريقة نبع صافي رقراق عذب لا يكف عن التدفق والجريان صوت متوهج لم يزل منذ سبعينات القرن الماضي ينشر حرائقه على بياض الورق بصمة خاصة في القصة والرواية عمقت من ملامحها رؤية التجدد والتطلع قامة شاهقة في الإبداع الأدبي تتصدر واجهة مشهد السرد في العراق تواضع جم ومحبة ووفاء وصدق وطيب مفرط وذاكرة متوقدة. هذا هو هيثم بهنام بوردة القاص والروائي والباحث وكاتب القصص ومسرحيات الأطفال والفتيان والصحفي البارع. هيثم بوردة شجرة توت باسقة موغلة في تربة خصبة ظلالها وارفة وثمارها لكل الناس. هيثم بوردة طائر فريد لا يصدح في قفص ولا يحلق إلا في الأعالي
حسبك يا هيثم أنك فنان مبهر، لا تخبو نجمة ما دام ينكب على رياض الورق بقلم وهاج، منتظرا ولادة لوحة جديدة. جميل. هذا المحجبوري. يقروض خمود كثير. أنا كثودة عن هيثم. لماذا أسماء في ذاكرة المدينة؟ لماذا حجز بردة الرقم الأول في هذه الأسماء؟ الحقيقة أسماء في ذاكرة المدينة كان مشروعا لبرنامج تلفزيوني كتبته لقناة عشتار الفضائية، يتناول تاريخ مدينة من خلال حوار معمق مع أحد أبنائها، ولكنه لم يرى النور. أما لماذا هيثم بردة فقد اخترته لسببين. أولهما إنه واحد من مبدعي البلدة، تجاوز من جزم الثقافي المحلية والقطرية ليدخل المشهد الثقافي العربي قامة ثقافية، علما ونهرا صافيا عذبا كما هي بلدته. حلو. جميل جميل. بس ما كانوا خرابي رابا يمخبن برصوبة قد كاثو بود برصوبة خينة يعني دائم يقروث خود كثيوة بود صبرم يقرأ هيثم بردة يعني. نعم. أو من دي لخمكي خوثة من جيب خرابي ختواضع بسيمة خما خبتة ختقدير قجهودة رابي هيثم بس ما كانوا خرابي خيط إلى التفاتة جدا جميلة. وبالمناسبة أخت أمرك بلشان ربا إذا ما تخوني الذاكرة والمعلومات خشون أب يقرأ دكتور بهنام بن عطلة عطلة. نعم. صبرم يقرأ اتلخ كثا وهدخ قرب الدواء خشون أدباء ومثقفون من بغداد. تمام. لا يعني إلى ختخمنت طوتا قد مقروثاخن أخ صبره وديتون اشترت ختوثيق قخك مشمان خينه إلى مكي خوثة وإلى مخبتة من جيبوخن هاويتو بسيمة إلا ديارات رابي هي تنفذ وفائلة. أكيد. ده كل مدة الإبداع يعني. هيثم بردة مبدع له. أكيد. بناء عطلة مبدع له. ألام حسين شاكر وزهير. أكيد. رموزنا من رموز بغداد. فعلا. فأنا أشخاص كلهم يعني ودباء على مستوى القطر فيه عنها كلها. وملوءة ملوءة اشترطة توثيق إلى رابع. توثيق رابع. رابع. يعني اخنا خشون وتلي صورة انه يولنها قوث الدنا كثاوي رابي وهرديد انا ني خبني خمطايخ دقيقة خراي داخل اقصى بين خثمنا بخبوقارة من قام تديوم يوما. نعم. من اهول تديوم يوما الواقع اليوم اخذ بغزاتهم يقرض اي برستا وانتشار امر خلد مصعد امينو ثكن الشيثة السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليه. هذا خديوم يوما اتلاني الاي الذكاء الصناعي سباي ان أمرخ عوامل التطور والتطور طبعا مطلوب في كل وقت وقركة والمواكبة طالدية انويل في تماس مع موضوع الأدب بكل أنواعه يعني القصة والقصة القصيرة والنثر والشعر والرواية والشركة. وبالوقت اللي إيثن نعم سرعة وانتشار واسع هرداد أنا إيثن سهولة وربما استسهال فدخي بخازت له واقعة أدب تحديدا أمر جو مصعي أوساط الشعب ديدا أخنا سورايا. نعم. اديوم يوما وبدعثث مستقبلا في ظل وجود الدنة وسائل التقدم العلمي والرقمي. حقيقة الذكاء الصناعي يعني أنت جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. أخ كل من دي قلني. فالجانب السلبي بقاوح أنه الشخص اللي بعيد عن الأدب وبيت باش أديب مجرد كاثو معلومات لجوجل أنا أريد قصيدة عن الأم ينقل شات جي بي تي داثي القصيدة كجبالة وبشاطرة فهذه تقتل إبداع. أكيد. هذا جانب سلبي الإبداع البشري. إبداع. فأما الجانب الإيجابي فكل شخص أنا أتي معلومة معينة بين ما استخدمنا الذكاء الصناعي لتعزيز رأي المعلومة فجيلن جوجل جيلن الذكاء الصناعي فهذه معلومة مقولة من خلال المعلومات ويبدو إشارة بأنه هذه معاني معلومات كي محصلة عن الجهة الفلانية. أما بدأت لي شاعر يعني أنا ما 60 سنة كي مقدمة الاتحاد الأدباء بشي شاعر زين أيت يعني 60 بديلوه فإذا لا إيه لك صار زحمة الأول يعني خل بعد 60 يعني نزل موهبة ذكر أثناء الشباب. أما بعد 60 مقادم كعضو اتحاد الأدباء فصعبة له. يدخ رابي برينت لدهاوي خك محالات نادرة أخني قد لو دخله بالقطعي. نعم. يعني أنا يذني ثم خم يقرأ يعني شمل ثال باليقو
يمكن لا بطل 60 بطل 70 شغل شهاده عليا يعني دكتوراه. ايثن حالات حالات نعم، بس كمبدا عام طبعا عام اكيد متفقين إيه. من يقروط. يعني حتى مجلات صدري ذهب اتحاد الادباء، يعني انا مثلا ندوه عن ذكاء الاصطناعي باتحاد الادباء العراق. يعني كل باقي كان اختي كذيتو قصيده دق مستلمته لا يعني يفهم بطيتو لا مير قميث اثوى مبطخ ولا اثوى طريقه مبطخ ولا ده حاليا حتى الذكاء الاصطناعي معلش هذه الشغله ده قصيده لك مبطخ له. فاذا مجبورين نشرح ماذا ثريا مادين اذا ما صن امر رابي يقرا ومسزجور تخشون تتفق معي موضوع السوشيال ميديا والاي اي كليثه حسب طريقة الاستعمال. نعم. بالاتجاه الإيجابي أو بالاتجاه السلبي. رابص برابي أخنا نطايخ الختام تدي خلقتها وهاود كبيرة بس ما قمها جخلخ عمان أنتو خامم لا خرايا بيت أمرته. أنا شاكر من كل أول أتدخل بغداد ما ثني لا رابي ما كل لا أكيد بين من ما ثرت إلى تخيف حتى آلة دفديدح كل أبناء شعب ديدن إلى فهي محطة رفت إلى ومحطة مجال احترام كل سريت وذا في خلاقها تقدير رابع. وانا ببيتي جزء من الداري مثلا فشاكرنا اخو وشاكرنا قناه العراقيه السريانيه وشاكرنا هذا برنامج جديد قلم لاما بس ما يقرا قبل طيبوث رفث قم يقرا خرابي يقرا بثلاث البغداد بين امر خمن دي يعني انا اختمرك بالعربي حجك ابن قد اثن الماثي خبيوتا مذيتي خبيوتا بغداد يعني لا راشنت ايون ارخى قداها مذيتا وقداها بنيثا مدري دير امر ترقي هاود بسيمه رابي يقرا جاي قميثا ادويلو ارخى قداها خلقتها من خرز السوادات قنيه وقاد تريد قم قبلت لن قداها بيثخ عمرانه بكل بورك توطوته بخيلة الها تودي ساقي رابي يقرا. شكرا صديقي. خزانا يقرا اتلن صوره مقرولا قالوا خنخا خلقتها بسمتا اثوالا قاوة ثلاثه كونا شيء مشخاثه ثلاث مجامع شعريه عم خكثا وخينا وعمن ايوا صبرا كاثوا وماخوره ويذعايم يقرا نمرد قاشا ايوا اخوه جو بيثا دم يقروثه جو بغداد خبيوتا بدشت الدنوه هل خلق ياثا اثيانه قبل خبن وقارا بوشن شينا وشلعما.